عندي خطاب عاجل إليك، عندي خطاب عاجل إليك من أرض الطيبة. على صفحة هذا النيل العظيم الذي شهد أمجادا صنعها عظماء شربوا من نبعه الكثير، يوجد متحف لرجل من رجال مصر العظام. هنا في هذا المكان متحف للزعيم الراحل جمال عبد الناصر داخل القرية الفرعونية على ضفاف النيل. ولنبدأ مع لحظة ميلاده في مدينة الإسكندرية في 15 من يناير عام 1918 في هذا المنزل الذي يحمل رقم 18 شارع أنواتي بحي باكوس بالإسكندرية، وسط بيئة شعبية قريبة من الفقراء والمطحونين، وكان لها أثرها البالغ في تكوينه الذي حدد مساره الإنساني والسياسي والثوري. ناصر ونعيش من كلنا، ناصر يا حبيبي الكل يا ناصر. قيموا أعياد النصر وهنوا شعوبنا الحرة، عيد كل ثورة انطلقت من ثورتنا الكبرى. ويضم المتحف 170 صورة فوتوغرافية تحكي تاريخ جمال عبد الناصر منذ كان طفلا وحتى آخر لحظات وداعه في جنازة شعبية مهيبة لم يشهد تاريخ العالم لها مثيلا. ثورتنا انفجرت منا، كانت ثورتنا انفجرت منا عن العبودية والرجعية وأعلناها اشتراكية، وانت اللي هدتنا. منها هذه الصور القليلة التي تسجل لحظات طفولته وشبابه. هل تخبرك هذه الصور بما سيكون عليه هذا الصبي الصارم الملامح، المهموم بالتفكير في واقع حاله، البسطاء على مستوى العائلة التي بالكاد تعيش مستورة وغيرها لا يجد قوت يومه؟ يفكر كذلك في المصريين جميعا الذين لا يخفى حالهم على عينه الفاحصة التي تحمل من التحدي ما سيظهر بعد ذلك. بإيدنا ورسمنا حياتنا، شقينا بإيدنا ورسمنا حياتنا، عشنا نعدي مين يعدينا ونسالم الحرية، ونشد قدامنا وحاربت عشاننا. ونتوقف هنا أمام مرحلة جديدة تحملها الصور الموجودة في المتحف. الطالب جمال عبد الناصر في الكلية الحربية التي رفض مسؤولوها قبوله فيها بعدما اجتاز كل الاختبارات، بعد أن نما إلى علم اللجنة الممتحنة باشتراكه في مظاهرات عام 1935، وكانت هذه المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي، واضطر للالتحاق بكلية الحقوق لمدة 5 أشهر. ولكن شاء القدر أن يتحقق حلمه ويتقدم مجددا إلى الكلية الحربية لاحتياجها طلبة جدد. وهنا يصعد عبد الناصر أولى درجات مستقبله السياسي. اسمك في قلوبنا أغنية، الشعب يريدك يا حياة يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية يا حرية. وهذه إحدى صوره في السودان حيث تم نقله وتطورت أفكاره من خلال ما اكتشفه في السودان من تحكم للاحتلال الإنجليزي، خاصة بعد دخولها الحرب العالمية الثانية. وحياة الثورة وغلاوتها، وحياة الخضرة وحلاوتها، وحياة الشدة وقسوتها. وهذه بعض رسائله إلى أصدقائه وأهله
يحكي لهم عما يقلقه وعن طبيعة البلاد التي يعمل فيها، سواء في منقبات وخلال فترة عمله في السودان. يا حرية يا وطنية، يا حرية يا وطنية، يا روح الأمة العربية. وهنا صورة البطاقة الشخصية للمواطن جمال عبد الناصر، والتي تحمل بياناته. اسمه جمال عبد الناصر، تاريخ الميلاد 16 من يناير عام 1918. الحالة الاجتماعية متزوج. الوظيفة رئيس جمهورية مصر العربية. محل الإقامة 1 شارع منشية البكري. محل العمل القصر الجمهوري. يا السد العالي والكهرباء في الرد الليالي، يا مخلص يا عظيم يا مثال تحميك القدرة الإلهية. يا حرية يا وطنية، يا حرية يا وطنية، يا روح الأمة العربية. الفقراء ليهم الجنة. طيب، الفقراء ليهم الجنة، والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة. هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا قصاده نصيب في الجنة. تقول التقارير المخابراتية التي تم الإفصاح عنها مؤخرا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا: فشلنا في السيطرة على جمال عبد الناصر بعدما تعبنا كثيرا في وجود أي ثغرة أو نقطة ضعف في شخصيته. فهو لا يشرب الخمر ولا يعشق النساء ولا يحب المال، وهذه الوسائل التي نجيدها في السيطرة على العملاء. رجل لا يعشق إلا وطنه، يلازمه الزهد والتقشف والتعفف من سرقة مستقبل شعبه، ولذلك فهو كان مصدر قلق لأمريكا وأوروبا. استطعنا من كفاحنا ونضالنا أن نعلن الميثاق، وأن نقول في الميثاق أن تحالف الإقطاع مع رأس المال يجب أن يسقط، وأن السلطة يجب أن تكون لقوى الشعب العاملة. معنى هذا أن احنا بنتحول إلى الديمقراطية السليمة الصحيحة، ديمقراطية الشعب. طالما مثلت قناة السويس ثروة المصريين التي يسرقها الأجانب كل يوم. كل نقطة ماء تجري فيها دفع ثمنها آلاف الفلاحين من دمهم ودموعهم وعرقهم. كلنا يعلم ذلك، ولكن من يملك جرأة القرار بإعادة أملاك مصر؟ لم يستطع الملك المعزول فاروق الذي رحل على يخته المحروسة إلى إيطاليا ليكمل مغامرات عشقه للنساء الذي دفعت مصر ثمنه الكبير. ومصر تحتاج أن تقيم سدها العالي. ويرفض البنك الدولي بإعاز من أمريكا منح مصر القرض. وتساءل الزعيم: لماذا أستدين وتحت يدي ثروة هي حق مصر أصلا؟ واليوم أيها الإخوة نشعر بالفخر أن الدول الكبرى بدأت تحس وتشعر أن الدول لا يمكن أن تخضع، ولا يمكن أن تقبل السيطرة أو الاستبداد، ولا يمكن أن تكون داخل مناطق النفوذ، ولا يمكن أن تكون مزارع للمواد الخام، ولكنها تريد أن تأخذ دورها في العالم ثم تأخذ دورها في الحياة. فكان القرار الصعب والذي اعتبره الكثيرون جنونا، ولكن كان ترحيب المصريين به تأكيدا على صحة القرار
وفي هذا الركن من المتحف نرى نص قرار تأميم قناة السويس لتصبح شركة مساهمة مصرية، قالها الزعيم بغير خوف ولا مداهنة، ولا وضع حسابات لرضا الغرب، كانت حساباته الوحيدة هي رضاء شعبه عنه وعودة ممتلكات مصر إليها. وهنا بدأت كراهية الغرب ترسل رياحها إلى مصر وزعيمها. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. باسم الأمة رئيس الجمهورية. مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها. وترصد هنا هذه الصفحات القديمة من جرائد ومجلات عربية مدى ما كان يتمتع به الزعيم العربي من محبة الجماهير في كل أقطار الوطن العربي، فكان بالنسبة لهم الملهم الذي جاء ليحقق حلم كل منهم، كانوا يستقبلونه بحفاوة تليق بمحبته لهم. وهذان التمثالان النصفيان قليل من كثير لمئات التماثيل النصفية والكاملة نحتها كثيرون من فناني مصر والعالم العربي والعالم أجمع للزعيم جمال عبد الناصر. ومن هذه التماثيل ما ينتظر ظهوره بعد افتتاح متحفه الرئيسي ببيته في منشية البكري، أو المتحف المصغر الذي بداخل دار الكتب بباب الخلق. وقد جاءت كل هذه الأعمال الفنية من بورتريهات فنية ولوحات تشكيلية وتماثيل، ليس فقط تخليدا لشخصية الزعيم ولا فقط تقديرا لدوره الوطني، ولكن أيضا لما تحمله ملامحه من إغراء شديد للفنانين لرسمه ونحته، وربما يصلون إلى معرفة سر شخصيته التي احتار الكثيرون في تحليلها. ولم يقتصر تخليده والاحتفال بشخصيته على الصور والتماثيل، ولكن حملت العديد من الطوابع والعملات النقدية والورقية والمعدنية صورته في حياته وبعد رحيله. وترصد الكثير من الطوابع التي تهتم بسوق بورصة الطوابع عندما كان هناك هواة يجمعون النادر منها. إن أرباح البورصة التي ترتفع بشكل ملحوظ عند الإعلان عن طوابع تحمل صورة للزعيم، ويحرص الكثير من المصريين في الحصول على أحد هذه الطوابع والعملات التذكارية التي لا تقدر بثمن، ليس فقط لقيمتها المادية ولكن أيضا لقيمة الشخصية الفذة التي تطبع صورته عليها. هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبة. هنبني السد العالي زي ما احنا عايزين. اخواني تسمحوا لي بكلمة؟ الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب
شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هي حكاية حرب وفاق بينا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وفاق بينا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوا في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده والمشانق اللي رايح واللي جاي، ولما احرجنا اللي راحوا بالشواي والمشانق اللي رايح واللي جاي. وهذه مجموعة صور هامة للزعيم جمال عبد الناصر مع شخصيات هامة كانت تسعى أن تلقاه وتجلس معه، وبعضهم كان لا يصدق أنه في صحبة جمال عبد الناصر. ومنهم رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي التي عندما قابلته لأول مرة في حياتها راحت في نوبة بكاء عنيفة. وسعى للقائه الملاكم العالمي محمد علي كلاي، والزعيم الكوبي بيدل كاسترو، والثائر العالمي تشي جيفارا، والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. كما توضح الصور التي يحتفظ بها المتحف متانة علاقته بالقطب الروسي وزياراته المتكررة مع بريجنيف الرئيس الروسي الذي كان يقدر الزعيم المصري جدا، وقدم له الكثير من المساندات العسكرية والدعم الدولي. كما تحمل الصور تاريخ العلاقات المصرية الدولية مع الزعيم اليوغوسلافي تيتو وتكوين تحالف دول عدم الانحياز. الأرض الحبيبة الطيبة لقدم صاحبها، التقينا العز فيها والكنوز تايهة في ترابها. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لقدم صاحبها. وهذه صورة في باكستان يجامل أهلها ويرتدي زيهم تقديرا لما استقبلوه به من محبة وتقدير. وتمثل علاقته مع الحبيب بورقيبة رئيس تونس علاقة خاصة في كل الجولات التي رافقه فيها سواء في مصر أو تونس. وكانت دموع بورقيبة في وداع الزعيم هي أعظم دليل على متانة هذه العلاقة. كما تضم صور المتحف صوره مع معمر القذافي رئيس ليبيا والرئيس السوداني جعفر نميري في محاولة من الزعيم لجمع شمل الأمة العربية. وكان الزعيم الراحل يحرص على معرفة العلماء والتواصل مع تطورات العصر، فجمعته مقابلة مع عالم الفضاء يوري جاجارين أول من صعد إلى الفضاء مع الكلب لايكا. ورغم تزايد الهجوم في الآونة الأخيرة على عبد الناصر الذي تحالف مع الدول الشيوعية، إلا أن إجازته في تأسيس إذاعة القرآن الكريم وهذه الصورة وهو يؤدي شعائر الحج في مكة المكرمة تنفي عنه كل الاتهامات التي طالته من قبل الإسلاميين المتعصبين. كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال. بالتأكيد لم يكن قرار تأميم القناة سبباً وحيداً لهذه الكراهية الفجة التي صرح بها الغرب مراراً وتكراراً لعبد الناصر، حيث تشير تقارير المخابرات الأمريكية إلى أن عبد الناصر رجل بلا نقاط ضعف ولا يستطيعون أن يسيطروا عليه ويجعلوه ألعوبة في أيديهم. فكانت الهزيمة في يونيو عام 1967، ويحمل هذا الخطاب المعروف بخطاب التنحي شجاعة الرجل الذي لم يخجل من الاعتراف بالخطأ
وتحمله مسؤوليته الكاملة عنه. أيها الإخوة، لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة، وأن نتصارح بالحقائق، مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا. ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة، لكني واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب. وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر. وللزعيم جمال عبد الناصر عشق خاص بالراديوهات التي كان يسمع منها أخبار العالم وأغاني مطربته المفضلة أم كلثوم، ومطربه الذي كثيرا ما غنى بطولاته وروج أفكاره وأحلامه على حنجرته الدافئة عبد الحليم حافظ. كانت هذه الراديوهات التي اهتم عبد الناصر كثيرا باقتناء أحدث أنواعها، فكانت تؤنس وحشته وتزيل عنه بعضا من هموم الوطن. يضعه بجانبه على الكوميدينو بجانب سريره، يبدأ يومه بسماع إذاعة القرآن الكريم، ثم يدير المؤشر على كل إذاعات العالم، فيكون ملما بكل ما حدث قبل أن يصل إلى مكتبه. وهذه البدلة العسكرية نستعيد من خلالها تاريخه، إذ تقول ابنته الدكتورة هدى عبد الناصر إنه كان يرتديها يوم 23 من يوليو عام 1952 عندما قام مع مجموعة الضباط الأحرار بالثورة، وكان قد بدأ في جمع هذه الكوكبة من الضباط الأحرار الذين كانوا يبحثون عن طريقة يخلصون بها بلدهم من الاحتلال وفساد الملك منذ عام 1938، عندما كان ضابطا حديث التخرج في منقبات، أول مكان يعمل به بعد التخرج. عيد كل ثورة انطلقت من ثورتنا الكبرى. أما بدلته المدنية فقد كان حريصا على أن تكون مصرية الصنع والخامة دون التهافت على ارتداء أحدث خطوط الموضة الأوروبية، وكان يلتقي كل ملوك ورؤساء العالم وهو فخور بالصناعة المصرية التي اهتم بتنميتها وتوسيع دائرة مصانعها في كفر الدوار والمحلة. وانت اللي هدتنا وبنت وحدتنا وجمعت شورتنا يا حبيبي الكل يا ناصر. كافحنا الظلم سنين والصبر ما كانش بإيدنا. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
لم تستعد مصر بعد للحظة هذا الرحيل المفاجئ، لكنها ترفض أن تصدق، ترفع صور البطل كأنما تتحدى الموت بملامح صانع الحياة. تتدفق المواكب من كل مكان، لكنها هذه المرة ليست مواكب انتصار. ما زال المصريون يحلمون معك باسترداد الكرامة والأخذ بالثأر من الهزيمة التي كانت خدعة أكثر منها حربا. ربما أرهقت الزعيم مشاكل الأمة العربية التي تتناحر بلا توقف ولا هوادة، وما زال إحساسه بالانكسار والرغبة في استعادة الروح تثقل أنفاسه. هو يحاول ويتماسك، يكافح مرضا خبيثا لا يرحم جسده المرهق. تزداد نوبات السكر بسرعة لم يعد التحكم فيها ممكنا من الأطباء، لا تسمح له انشغالاته أن يستريح قليلا. هنا يتوقف القلب النابض بحب مصر. مات الزعيم بعد أن توقف قلبه نتيجة الإرهاق والعمل المتواصل. رغم مرض السكر الذي يفتك به والجلطات التي تسري في جسده من قدمه وحتى المخ، لم يصدق أحد أنه مات، وانفطرت القلوب حزنا عليه. اختلطت دموع الجميع، بكاه من يحبه وبكاه من كرهوه، بكوه بمشاعر حقيقية وإخلاص يتناسب مع إخلاصه لوطنه وشعبه.